لو انت طالب لسه مخلص ثالثه اعدادي وبتفكر تقدم على ستيم، السؤال ده ممكن يجي لك في امتحان القبول. اهلا بيكم، انا ياسين سعد من تيم ستيم منتورشيب، والنهارده جاي اساعدكم في الاي كيو. لو جينا نبص على السؤال ده، هو طالب منك تشوف او تقول له ايه الشكل اللي المفروض يكون موجود في البوكس ده. في الحالات دي بنبدا نشوف قاعده يا اما بالعرض يا اما بالطول. السؤال ده قاعده تكون بالعرض، هنبدا نبص على قاعده بالعرض، بمعنى ان يكون في قاعده بالعرض ان يكون الاشكال او المربعات اللي بالعرض ليهم علاقه ببعض. لو جينا نبص هنا مثلا المربع اللي فوق ده هو فوق على الشمال في اول مربع، المربع الثاني هو فوق في النص، المربع الثالث هو فوق على اليمين، بمعنى ان هو بيتحرك خطوه لليمين كل مره. تعال نتاكد من الموضوع ده في الصف الثاني، لان هو كان على الشمال فعلا، بعد كده اتحرك خطوه بقى في النص، اتحرك خطوه بقى على اليمين، فبالتالي هنا المربع هيكون على الشمال اللي في النص، بعد كده يكون على اليمين، فاحنا نقدر نستبعد الاختيار ده والاختيار ده. طيب خلينا نبص على حاجه تانيه مثلا زي الدايره. هنا الدايره كانت على الشمال، على اليمين خالص تحت، بعد كده بقت على الشمال خالص تحت، بعد كده بقت على الشمال خالص فوق. ده معناه ان الدايره كانها بتلف في دايره، يعني لو جيت تكمل الشكل كمان هنا، لان الدايره بقت هنا كده بالنسبه للمربع، يعني بقت على اليمين خالص فوق، يعني كأن الدايره بتلف مع عقارب الساعه. لو جينا نتاكد من القاعده دي في الصف الثاني، لان الدايره كانت على الشمال خالص تحت، بعد كده بقت على الشمال خالص فوق، بعد كده بقت على اليمين خالص فوق، وبرضه ده كده مع عقارب الساعه. يبقى ده بالتالي بيقول ان الدايره طالما هي كانت هنا على الشمال بقت على اليمين، يبقى هتكون تحت هنا، هتكون فوق المربع، يعني نقدر نستبعد برضه الاختيار ده. اخر حاجه وهي السهم، لان السهم كان بيشاور بشكل زاويه 45 كده وهو على الشمال، بعد كده بقى بيشاور بشكل اللي قدام وهو في النص، بعد كده بيشاور على اليمين وهو على الشمال شويه وهو على اليمين. هنا المربع هو بقى السهم لما بدأ في النص فضل ثابت في النص في النص في النص. لو جينا هنا هنلاقي ان هو بيشاور على الشمال وهو على اليمين، وهو في النص بيشاور في النص، وهو على اليمين على الشمال شويه، المفروض يشاور على اليمين، المفروض يكون السهم كده في الشكل الاخير دي. بالتالي نقدر نستبعد الاختيار ده والاختيار ده، بالتالي الإجابة تكون عندنا هي دي. حابين تشوفوا اسئله من دي تاني، ما تنسوش تعملوا لنا فولو ولايك، وادخلوا على اللينك اللي في البايو عشان تنضموا لعيله ستيم منتورشيب وتشوفوا اسئله من دي اكتر واكتر.